الدرس الأهم في ماني بول واللي لازم نطلعه للحياة العملية هو إنك لازم تحل المشكلة بشكل علمي. بيلي ما كانش بيدور على لاعب يعوض النجم اللي مشى، هو كان بيدور على إزاي يعوض النتيجة اللي كان بيعملها اللاعب ده. ورغم إن الدنيا كلها هجمته في البداية واتهموه بالجنون، إلا إن الأرقام في النهاية أنصفته وعمل سلسلة انتصارات تاريخية غيرت شكل الرياضة في العالم كله، لدرجة إن أندية زي ليفربول دلوقتي ماشية بنفس النهج ده بالملي. في النهاية الفيلم بيقول لك لو عايز تنجح في زمن الداتا لازم تبطل تمشي ورا السيستم القديم اللي مش جايب همه، وتثق في لغة الأرقام حتى لو الكل ضدك. تفتكروا لو السيستم ده اتطبق في كورتنا المحلية ممكن نشوف فرق صغيرة بتنافس على الدوري وبتاخد بطولات فعلا؟ مستني رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش متابعة لايك وشير، واشوفكم في فكرة جديدة وفيديو جديد. سلام.